مليون جنيه من القادرين ورجال الأعمال ومقايضة قناة السويس وبيع أصول الدولة وتحويل الديون لاستثمارات حقيقية، وساويرس جاب من الآخر مقترحات كتير وعروض لتسديد ديون مصر بأسرع وقت ممكن. بس يا ترى الموضوع سهل كده؟ وإيه حكاية مقترح المليون جنيه والحكومة بتعمل إيه عشان تسدد ديون مصر؟ كل دي تفاصيل هتعرفها معانا في الفيديو ده. بعد ما واحد من النواب قدم مقترح خلى الكل يتكلم عنه، بس ايه الحكايه؟ الحكايه بدات بمبادره جريئه جدا من النائب محمد سمير بلتاجي عضو لجنه الشؤون الاقتصاديه بمجلس النواب، اللي طرح مقترح لمبادره مجتمعيه ضخمه هدفها سداد ديون مصر الخارجيه في ظرف شهر واحد بس. بلتاجي قال لصدى البلد ان الخطه قايمه على ان 5% من المصريين القادرين يتبرع كل واحد بمليون جنيه، واعلن انه هيكون اول واحد يبدا بنفسه. مش بس كده، ده اقترح كمان ان اللي دخلهم فوق 75,000 جنيه شهريا يساهموا بنسبه من 5% ل 25% من دخلهم لمدة سنة، خصوصا اللي أرباحهم السنوية بتعدي 50 مليون جنيه. وقال إن الدولة شالت كتير في البنية التحتية، وجي دور القادرين يشيلوا مع الدولة عشان نسدد ال 161.2 مليار دولار ديون خارجية ونخفف عبء الديون الداخلية كمان. طبعا الكلام ده عمل ضجة، والنائب رضا عبد السلام وضح إن المقترح ده اتفهم بشكل مش دقيق أحيانا، وأكد إن الفكرة هي آلية لدعم الاقتصاد وتكريم المشاركين في قائمة شرف وطنية، ولكن بشرط إن الحكومة توقف الاقتراض وتحسن بيئة الاستثمار. ومن ناحية تانية النائب السابق محمود بدر أيد الفكرة في جوهرها ووصفها بأنها نبيلة، بس اقترح إنها تخرج في إطار قانوني منظم، زي ضريبة تدفع مرة واحدة في العمر على أي حد ثروته بتعدي 100 مليون جنيه عشان تبقى أكثر عدلا وضمانا للتحقيق. بس خلينا أفكرك إن من كام شهر ظهر مقترح لتسديد ديون مصر، وتعرف وقتها بمقترح المقايضة الكبرى من رجل الأعمال والمصرفي حسن هيكل اقترح في تصريحات تلفزيونية على قناة القاهرة والناس إننا ننقل ملكية هيئة قناة السويس من وزارة المالية للبنك المركزي المصري، وده مقابل تصفير أو شطب ديون محلية قيمتها حوالي 5 تريليون جنيه. هيكل شايف إن البنك المركزي يقدر يسدد الفوائد للبنوك من عوائد القناة اللي بتوصل ل 6% سنويا بالدولار، وإن الخطوة دي هتحسن ميزانية الدولة فورا. بس هنا بقى الخبراء الاقتصاديين الكبار وقفوا للمقترح ده بالمرصاد، والخبير الاقتصادي هاني توفيق رفض الفكرة تماما ووصفها بأنها مرفوضة شكلا وموضوعا، وقال إن قناة السويس أصل سيادي استراتيجي ما ينفعش يتعامل معاملة الأداة المالية، وإن ده مجرد نقل فلوس من الجيب اليمين للشمال ومش هيشيل الدين الحقيقي. كمان الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق أكد إن الموضوع صعب جدا من الناحية الفنية، وتساءل مين اللي هيديك 100 مليار دولار كضمان لهيئة بتجيب عائد 7 مليار بس، وحذر ان التنازل عن ايرادات القناة هيعمل فجوة وعجز كبير في الموازنة العامة اللي بتصرف على الصحة والتعليم. ورجل الاعمال نجيب ساويرس دخل هو كمان في النقاش، واكد ان نقل اصول الدولة للبنك المركزي مش حل عملي ولا هو دور البنك اصلا. ساويرس شايف ان الحل الحقيقي مش في المسكنات دي لكن في الانتاج الفعلي، وقال ان مصر عندها فرصة جبارة في السياحة لو قدرنا نوصل ل 50 مليون سائح ونطور الطيران، وكمان في الصناعة والزراعة عشان نضاعف التصدير وندخل دولارات حقيقية مستدامة مش مجرد تدوير للديون. طيب الدولة بتعمل ايه عشان تسدد الديون دي؟ الحكومة ماشية في خطة النمو والتدفقات. الخطة ان الاقتصاد ينمو بمعدل 7%، وده لو حصل نسبة الدين للناتج المحلي بتقل تلقائيا، وبتعتمد على صفقات كبرى زي راس الحكمة اللي تمت مقابل 35 مليار دولار، وبتستهدف استثمارات خارجية تانية ب 50 مليار دولار، بالإضافة لبرنامج الطروحات لبيع أو مشاركة 40 شركة حكومية بقيمة 100 مليار جنيه. كمان في تنسيق مع الإمارات والسعودية لإعادة هيكلة وتمديد آجال ديون بأكتر من 20 مليار دولار عشان نقلل الضغط في السنين الجاية. وعلى سيرة تقليل الضغوط، كان في مقترح سابق للنائب أحمد سمير عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ سنة 2026. المقترح ده كان بيقوم على تحويل الديون لاستثمارات بالاتفاق مع صندوق النقد والبنك الدولي، بحيث الدائن يتنازل عن جزء من الدين مقابل مشروعات واستثمارات جوه مصر، وده بيحسن التصنيف الائتماني لمصر فورا. لكن وقتها النائب رفض يقول أي تفاصيل عن المقترح ده غير في الوقت المناسب. انت بقى قول لنا ايه الحل الحقيقي لحل أزمة ديون مصر؟